رخيصة ومالية السوق، وأحلى حاجة حلوة ممكن تاكلوها من غير أي مكونات تانية. يعني هنجيب البطاطا كده وهنعمل منها وصفة تجنن، ونشغل بقى الفرن وندفي البيت كله. وأحلى حاجة في الشتا ده يا جماعة البطاطا. تعالوا بقى نجرب الطريقة دي. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الجمال دوت والبطاطا الخطيرة دي عملناها ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة جهزت صينية، وجبت الصينية ديّة كده دهنتها كده معلقة من الزبدة. هندهنها كده ونوزّع الزبدة، الزبدة دي كانت بدرجة حرارة المطبخ. هاوزّع كده الزبدة في الصينية بالشكل ده. وجبت بقى حوالي كيلو ونص من البطاطا، غسلتها كويس جدًا طبعًا ونضفتها وخليتها زي الفل. البطاطا بتاعتي كانت حجمها كبير، لو البطاطا حجمها أصغر من كده هيكون أفضل وأسهل بكتير. جبت البطاطا طبعًا بعد ما غسلتها كويس جدًا، بابدأ أقسمها بالطول بالشكل ده. هنقسم البطاطا بالشكل ده، بُصّوا عشان هي كانت كبيرة فكانت صعبة جدًا إن أنا أقسمها، بس حاولت كده ويعني واحدة واحدة جبتها وقسمتها بالشكل ده. لمّا تكون البطاطا حجمها أصغر هتكون أفضل بكتير. عايزة أقول لكم إن هي رغم إن هي كانت كبيرة كده، بس كانت مسكّرة وكانت حلوة جدًا. قسمت كده البطاطا اللي عندي بالشكل ده، بدأت أرصّها في الصينية بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنرصّها كده في الصينية، وما كفّتش الصينية معايا فجِبت صينية تانية كمان ودهنتها برضه مكعب كده أو معلقة صغيرة من الزبدة، ووزّعت فيها البطاطا بالشكل ده. عايزة أقول لكم كمان إن البطاطا بالطريقة دي بتجهز معاكم في ثواني. جِبت بقى حوالي معلقة كده من القرفة ومعلقتين كبار كده من السكر، وخلطتهم مع بعض بالشكل ده. مش قادرة أقول لكم جمال القرفة والسكر مع الزبدة والبطاطا، يا نهار أبيض! الريحة يا جماعة كانت خطيرة. رشيت كده قرفة وسكر على البطاطا بالشكل ده. بجد يا جماعة الخلطة دي حلوة أوي، وبتخلّي البطاطا تستوى معاكِ، والطريقة دي البطاطا بتستوى معاكِ وما بتاخدش وقت خالص. لو حابين تستغنوا عن القرفة رشوا بس رشة سكر هيدوها لون وطعم وكرملة حلوة أوي. بس بجد يا جماعة القرفة معاها تحفة، يعني الطعم مختلف تمامًا. جبت بقى فويل وغطيت كده من غير ما أحط مَيّة ولا أي حاجة، غطيت كده الصينية بالفويل بالشكل ده. دخّلتها بقى الفرن بعد ما غطيتها كده بالفويل، دخّلتها الفرن على أعلى درجة لمدة 20 دقيقة بالضبط. بعد 20 دقيقة شِلت الفويل وخلّيتها تاخد لون تحت الشواية. مش قادرة بجد أقول لكم إن ريحتها في الفرن كانت خطيرة، حلوة جدًا وسهلة وبسيطة وما خدتش معايا وقت خالص. بُصّوا إزاي طرية، أنا باضغط عليها بالسكينة طرية جدًا. طبعًا بعد ما خدت لون كده تحت الشواية ونزّلت كده العسل بتاعها على الزبدة وعلى القرفة والسكر، مش قادرة أقول لكم الجمال، بجد حلوة أوي. تحت البطانية بقى كده وناكل أحلى بطاطا. بُصّوا بقى دايبة خالص معايا، تحفة يا جماعة، خطيرة. جرّبوها بجد هتعجبكم أوي ومش بتاخد وقت خالص. بُصّوا بقى كمان دلوقتي خدت حتّة كمان من البطاطا، وعملت بقى كوباية من النسكافيه أو الشاي بلبن. أنا عملت نسكافيه. وجبت بقى البطاطا زي ما حضراتكم شايفين كده، وكان عندي صوص كراميل، ممكن صوص كراميل وممكن صوص شوكولاتة. دلّعت بقى البطاطا خالص كده وحطيت لها صوص كراميل. مش قادرة أوصف لكم كانت طعمها لذيذ قد إيه. خطيرة يا جماعة. أتمنى إن الوصفة والطريقة النهارده تكون عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد. وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدًا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.